الازازه بتبقى خفيفه عليها خالص، ندى خالص كده. محبيني متابعيني على قناتي ابو انس، النهارده اول فيديو في القناه الجديده اللي هعرض لكم فيها الجزء الخفي من حياتي الشخصيه. وبما ان النهارده جمعه فما لقيتش احسن من الزي الرسمي اللي اطلع لكم بيه في يوم الجمعه من بلكونتي ومن بيتي المتواضع. لكل شخص هاوي او حابب زراعه في البلكونه زي ما انا حابب دلوقتي ان انا ازرع في البلكونه، وزرعت بعض النباتات اللي احنا بنستخدمها في البيت بصفه يوميه. فقلت استغل حبي للموضوع دوت واشرح لكم وافيدكم انتوا كمان، بحيث لو حد حابب يعمل نفس الموضوع دوت والزياده كمان يبقى انا خدت بايده وشجعته لحاجه زي كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه، ويلا بينا نكمل الفيديو. تعالوا اول حاجه نتكلم عن الاساسيات اللي هي الاصاري او الشيالات دي، اللي انا عارف ان هيجي اسئله كتير جدا بخصوص الاصاري ديت والشيالات بتاعتهم، بحيث الارض تبقى بتاعتنا نظيفه وتبقى فاضيه وسهله للمسيح او اي حاجه وما تتعبناش الحاجات ديت في الارض. دي قصريه مقاس 40 في 20 بالحمل بتاعها. تكلفه القصريه الواحده 50 جنيه، والحامل اللي انتوا شايفينه دوت ب 35 جنيه. طبعا بينزل منها الوان زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى في ناس مخصصه او بتتباع اونلاين بس هتبقى السعر اعلى شويه لبيع الاصاري والشيالات بتاعتها. بعد كده بقى التربه دي طبعا بما اننا في ريف فدي تربه طينيه، انا جايبها من الارض من عندنا وزرعت فيها. طبعا بيبقى في انواع تانية من الترب اللي هي المخصبة. اشهر انواع الترب الصناعية اللي بتستخدم في معظم الزراعات البلكونة او في البيت، يعني اللي هي البيتموس. بس البيتموس طبعا يعني معظم المشاتل ما بتبيعهاش او ما بتفرطش فيها بسهولة، ودي طبعا لان بتبقى مكوناتها والعناصر بتاعتها بتبقى كتير وجميلة جدا في الزراعة. فانا طلبتها اونلاين ومستني تجيلي هي وشوية بذور هنزرعها تانية، حاجات جميلة جدا. مش هحرق لكم المفاجأة دلوقتي، بس تعال نشوف دلوقتي الزراعات بتاعتنا اللي موجودة، بما اننا بقى في اواخر شهر 10 او داخلين على اواخر شهر 10. فقلت طبعا ابدأ بقى بالزراعات اللي احنا بنستخدمها في البيت على طول، اللي هي الخضروات. زرعت الجرجير. طبعا الجرجير هو اسرع حاجة بتطلع معاكم وبتطلع بسرعة جدا، من تاني يوم تلاقيه ظهر معاكم. اما بقى بالنسبة بقى في زراعات تانية زي الكزبرة والشبت، بس زي ما انتوا شايفين دي بتاخد وقت شوية، بتاخد 7 ايام ولا حاجة عبال ما تظهر وعبال ما تبان كده زي ما انتوا شايفين لسه بتقول يا هادي. وفي طبعا في الشبت والبقدونس، بس زي ما انتوا شايفين كده الجذور لسه بسيطة قوي، يا دوبك لسه بتقول يا هادي. وافضل حاجة للري طبعا هي الازازة. زي ما انتوا شايفين كده انا بخرم الغطا بتاعها بدبوس زي دوت كده، بدبوس من اللي هو بتاع الطرحه اللي هو بتاع البيت العادي خالص دوت، بتاع اي موجود في اي بيت، لان النباتات الخضراء دي بتبقى خفيفه جدا، فضغط الميه التقيل عليها هينيمها وهيوقعها. فعشان كده بصوا الازازه بتبقى خفيفه عليها خالص، ندى خالص كده. شفتوا؟ من غير ما حاجه تميل او اي حاجه. وده طبعا الراجل صاحب الارض بيشيك وبيشوف الارض بتاعته عامله ايه دلوقتي. ايه يا باشا، كل حاجه تمام؟ كل حاجه تمام يا ريس؟ بس يلا نخرج. يلا بقى ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، واستنونا ان شاء الله اول ما البذور تيجي والتربه البيتموس تيجي هنزرع لكم حاجات هتحبوها جدا ولازم تكون موجوده في كل بيت. يلا سلام.